حبايبي عاملين ايه دلوقتي؟ انا طالعه الفيديو بتاع دلوقتي عشان انا عايزه اوريكم حاجه انا كان نفسي فيها وجبتها. هي مستخبيه ورايا، هوريها لكم دلوقتي. كتير شكروا فيها وهي كان نفسي فيها بصراحه يعني، وكانت عجباني وكنت عايزه اجيبها، والحمد لله انا جبتها. اهي طبعا كلنا عارفين دي ايه، دي القلايه. وجربتها على فكره، هي تحفه. جربتها في البطاطس وجربتها في الفراخ واللحمه. دي قلايه هوائيه 12 لتر، انا جايباها كبيره 12 لتر. دي الحله بتاعتها اهي، بس انا ما بستخدمها الصراحه، بحط فيها ورق زبده، بفرش فيها ورق زبده عشان تفضل الحله عندي نظيفه. وهي بتتفك وبتتغسل، يعني الطبق اللي جوه ده بيتفك وبيتغسل اللي هو ده، بس هو عندي نضيف فانا ما فكيتهوش. انا بحط بتاع ده ورق زبده، وبحط عليه بقى الحاجه اللي انا هحمرها، بطاطس فراخ لحمه. دي قلايه 12 لتر، وجبت لها بصوا بخاخه الزيت دي، وفعلا ما بتاخدش زيت كتير، هي بخات بسيطه كده. بس انا ما جربتش لسه اقلي فيها سمك، فاللي يعرف طريقه ان انا اقلي فيها سمك ازاي يكتب لي في الكومنتات. وشفت فيديو على القناه حد برضو جايب قلايه وبيشرح فيها ان هي جابت الفرخه وقطعت عليها بصل وفلفل وطماطم وبطاطس وتبلتها بالبهارات كلها، وقامت رصاها في الحله. في دي رصيتها تحت هنا كده، وحطيتها على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه، ورجعت فصلت عليها تاني وشغلتها على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه كمان، وطلعت الفرخه والبطاطس كانوا مستويين ومحمره وجميله. بس بصراحه انا لسه ما جربتهاش، لما اجربها هصورها ونشوفها مع بعض. عجباني علشان مش بتاخد زيت كتير، بس هي ممكن تكون يعني عجبتني قوي في ان انا بحمر فيها الفراخ واللحمه، بس ما عجبتنيش في البطاطس، مش عارفه ليه. مع اني رشيت زيت كويس وشغلتها عليها 10 دقايق على درجه حراره 200، ورجعت تاني شغلتها عليها 5 دقايق. بس مش عارفه، هي استوت وحلوه، بس فيها سنه انها يعني لسه نيه، حاجه بسيطه خالص، هي جميله وتتاكل، بس هي لسه ما عجبتنيش. فقلت ان شاء الله ما اجي اعمل تاني، لان انا لسه جايباها وبجربها، اما اجي اعمل تاني البطاطس هكتر الزيت شويه، او بقلب البطاطس الناحيه التانيه وابخ. بالمناسبه ان انا جيت اعمل دهنت فرشت ورق الزبده في الحله هنا، فرشت ورق الزبده تحت هنا، وبخت فيها زيت كده، رشيت كام رشه زيت، وقمت رشه البطاطس ورشيت زيت عشان من تحت زيت ومن فوق زيت. طلعت يومها جميله قوي على فكره ومحمره. فهو كان تقريبا العيب فيا ان انا ما كنتش رشه زيت كويس. دي اهي الماركه بتاعتها، عايزه اوريها لكم، بي دبليو بلاك وايت 12 لتر. بس دي عجبتني اهو، ما بتاخدش زيت كتير وحلوه قوي بالنسبه للناس اللي عندهم كوليسترول، بالنسبه للرجيم طبعا والدايت، يا رب نعمل رجيم ودايت يعني وكده. فانا قلت اوريها لكم، يعني انا كنت نفسي فيها وعايزه اجيبها، الحمد لله انا جبتها يعني. اجربها. انا عايزه بس قبل ما افصل الفيديو، اللي عنده قلايه وبيعمل فيها اكلات وبيجربها في حاجات كتيره برضو يكتب لي عشان انا اجرب زيكم، لان انا لسه جايباها جديده وانا شغلتها لوحدي واستخدمتها لوحدي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا الفيديو. باي باي.